السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه جول مع يحيى. امبارح كان في قرعة أقيمت في القاهرة، قرعة دوري أبطال أفريقيا وقرعة كأس الكونفدرالية. عندنا قرعة دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن مواجهة نارية ما بين النادي الأهلي ونادي الرجاء البيضاوي المغربي. طبعا المباراة دي هتبقى مباراة قوية جدا. النادي الرجاء ما خسرش ولا يمكن حقق النقاط كاملة في مجموعته، ويمكن استقبل أقل عدد من الأهداف، وكان هو ليه سبق في البطولة بإحراز عدد كبير من الأهداف. فالمباراة دي هتبقى مباراة صعبة جدا. الكسبان منهم هيقابل الكسبان من مباراة شبيبة القبائل ونادي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. الناحية التانية عندنا سيمبا التنزاني هيقابل نادي الوداد المغربي، والكسبان منهم هيقابل الكسبان من شباب بلوزداد الجزائري ونادي سان داونز الجنوب أفريقي. يبقى معنى كده ان النادي الاهلي لو قدر ان هو يعدي ويصل الى النهائي هيبقى عنده مواجهة صعبة، يعني من توقع يعني يا نادي الوداد يا نادي سان داونز. طيب عندنا قرعة الكونفدرالية، عندنا أسفرت عن وقوع نادي بيراميدز مع نادي مرامو جالانتاس الجنوب أفريقي. والكسبان منهم هيقابل نادي ريفرز يونايتد النيجيري، اللي هيلاعب نادي يونج افريكانز التنزاني. الناحية التانية عندنا الاتحاد المنستيري هيقابل اسك ابيجان، الكسبان منهم هيقابل نادي الكسبان من نادي الاتحاد العاصمة ونادي الجيش الملكي المغربي. عندنا مباراة الذهاب هتبقى يوم 21 و 22 ابريل القادم ان شاء الله، ومباراة العودة هتبقى يوم 28 و 29 ابريل. طبعا بالنسبة للنادي الاهلي مباراة الذهاب هتبقى في القاهرة، ومباراة العودة هتبقى في المغرب. نتنقل الى موضوع اخر، وهو الكلاسيكو. ولكن كلاسيكو النهارده او امبارح كان ما بين برشلونة وريال مدريد في لقاء العودة في كأس اسبانيا. المباراة الأولى اللي أقيمت على ملعب سانتياغو انتهت بفوز برشلونة بهدف عكسي لميليتاو في مرماه. مباراة الأمس انتهت بفوز كبير جدا لنادي ريال مدريد ليتأهل إلى دور النهائي على حساب نادي برشلونة. طبعا مباراة أقيمت على استاد كامب نو، وهو استاد نادي برشلونة وملعب نادي برشلونة. المباراة كانت مباراة جميلة جدا. عاوزين نتكلم بقى على تشكيل المباراة. تشكيل المباراة ابتدى نادي برشلونة وهو صاحب الأرض والجمهور في حراسة المرمى تير تشيجن. لعب بأربعة في خط الظهر، أراخو وكوندي وألونزو وبالدي. ولعب بأربعة في نص الملعب، كيسيه وبيسكويتس وجافي وسيرجيو روبرتو. ولعبنا باتنين رأس حربة وهم رافينا وروبرت ليفاندوسكي. اما نادي ريال مدريد في حراسة المرمى لعب بكورتوا، خط الظهر كارباخال، ميليتاو، ألابا، كامافينجا. ثلاثة في نص الملعب توني كروس ومودريتش وفالفيردي. وعندنا اتنين تحت رأس الحربة، رودريجو وفينيسيوس، ورأس الحربة الصريح كريم بنزيما. المباراة ابتدت او الشوط الاولاني ابتدى تقريبا كان سجال بين الفرقتين، ولكن من الدقيقة تقريبا 20 لحد الدقيقة 45 يعتبر ضغط كبير جدا لنادي برشلونة. قدر نادي برشلونة ان هو يسيطر على مجريات الامور في الشوط الاولاني، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي الانفس. ففي الدقيقة الاولى من الوقت بقى الضايع في الشوط الاول في الدقيقة 46 قدر نادي ريال مدريد انه يحرز الهدف الاول.
من كوره ناحيه اليمين، عدى بيها كريم بنزيما ولعبها على 6 يارد لفينيسيوس، اللي يلعبها من مره واحده في المرمى، تخبط في مدافع نادي برشلونه، وتسكن الشباك، محرزا الهدف الاول لنادي ريال مدريد. الشوط الثاني جاء مغاير تماما. زي احنا قلنا الشوط الاولاني كان برشلونه متسيد الموقف، لا الشوط الثاني نادي ريال مدريد وان سايد جيم. الدقيقه 50 كوره من مودريتش يخترق بيها من ناحيه اليمين ويلعبها على حدود منطقه الجزاء على قوس ال 18 لكريم بنزيما، اللي يحطها من مره واحده بيمينه على يمين الحارس، محرزا الهدف الثاني لنادي ريال مدريد. ثم في الدقيقة 58 كورة من ناحية الشمال، فينيسيوس اخترق بيها ويرقص ويشترك معاه بلدي ويعرقله داخل منطقة الجزاء، يحسبها الحكم ضربة جزاء لنادي ريال مدريد. يتصدى ليها كريم بنزيما ويحطها على شمال الحارس، محرزا الهدف الثالث لريال مدريد. ثم الهدف الرابع في الدقيقة 81 ماركو اسينسيو البديل، كرة على حدود منطقة الجزاء يلعبها على يمينه القادم من الخلف كريم بنزيما، اللي ينفرد بالحارس ويحطها بسن الجزمة كده على يمين الحارس، محرزا الهدف الرابع والثالث لكريم بنزيما. وكده كريم بنزيما يبقى هاتريك في الكلاسيكو. وبكده وينتهي اللقاء بفوز نادي ريال مدريد 4-0 على نادي برشلونة. بكده يتأهل نادي ريال مدريد إلى نهائي كأس أسبانيا. نتنقل الى موضوع اخر، وهي الدوري المصري. عندنا كان في مباراتين مهمتين النهارده في الدوري المصري. عندنا النادي الاهلي قابل نادي المحله وقدر انه يفوز على نادي المحله 3-0، ويتصدر الدوري بفارق كبير جدا عن اقرب منافسيه، ويقترب بشده من تحقيق بطوله الدوري الممتاز. عندنا النادي الاهلي طبعا بادئ بضغط كبير جدا المباراه، وقدر في الدقيقه 42 انه يحرز الهدف الاول عن طريق مصطفى العش، اللي لعبها في مرماه. كانت كرة ضربة حرة مباشرة من ناحية اليمين، دخل علي معلول لعبها بشماله داخل منطقة الجزاء، يدخل مصطفى العش برجليه كده يحطها في الزاوية البعيدة على يمين الحارس، محرزا للهدف الأول للنادي الأهلي. ثم في الدقيقة 58 حسين الشحات بكورة من ناحية اليمين يدخل بيها منطقة الجزاء ويلعبها بالعرض، تخبط في ايد مدافع نادي المحلة ويحسبها الكابتن محمود البنا ضربة جزاء للنادي الأهلي. يدخل علي معلول ويتصدى ليها ويحرزها على يمين الحارس، محرزا الهدف الثاني للنادي الأهلي. ثم الهدف الثالث في الدقيقة 91 كرة من ناحية اليمين لبيرسيتاو، يعدي بيها ويلعبها بالعرض للقادم من الخلف للأمام أحمد القندوسي، اللي يلعبها على شمال الحارس، يصدها الحارس ترد لأحمد محمد شريف، اللي يعمل الفولو ويسكنها في المرمى الخالي، محرزا الهدف الثالث للنادي الاهلي، ليفوز النادي الاهلي على نادي المحله 3-0 ويتصدر الدوري منفردا. طبعا بالهدف اللي احرزه علي معلول النهارده في شباك المحله من ضربه جزاء، يصبح علي معلول ثالث هدافي الاهلي الاجانب على مدار التاريخ. عندنا برصيد طبعا 31 هدف. عندنا المركز الاول في احراز الاهداف للاعبين الاجانب في النادي الاهلي احمد فيليكس برصيد 47 هدف،
ويليه فلافيو برصيد 35 هدف. ثم علي معلول اللي بيتخطى جونيور اجاييه اللي كان 30 هدف. دلوقتي علي معلول اصبح 31 هدف. نتنقل الى موضوع اخر، وهو تعثر المفاوضات في نادي الزمالك مع هيرليتش. بعد ما كان اعلن نادي الزمالك انه خلاص وصل القاهره هيرليتش، و يعني في الرتوش الاخيره هيعملوها، ولكن هيرليتش غير كلامه تماما، وكان جاي على اساس ان في شرط جزائي انه لو ما حققش نتائج لحد شهر يوليو القادم يقدر ان هو يرحل. ولكن بعد ما جاء القاهرة وبعد ان عمل عليه يعني سبوت الاعلام المصري، غير كلامه تماما وقال ان هو عايز لو نادي الزمالك استغنى عنه في يوليو القادم ياخد مليون يورو شرط جزائي. وفضل مصمم على هذا الشرط، فقرر نادي الزمالك بالإجماع عدم التعاقد مع هيرليتش بسبب الشرط الجزائي. عندنا أقرب المرشحين لقيادة نادي الزمالك هو أوسكار جراسيا الأسباني. ده اللي هو اسمه مطروح دلوقتي على طاولة مجلس إدارة نادي الزمالك. أعلن نادي الزمالك عن التشكيل الجهاز المعاون لنادي الزمالك مع أي مدير فني أجنبي قادم. تشكيل الجهاز الفني هو كابتن مدحت عبد الهادي مدرب عام، كابتن احمد مجدي مدرب، الكابتن عبد الواحد السيد مدير كرة، وكابتن محمد عبد المنصف مدربا لحراس المرمى. طبعا كان في مباراة أخرى النهاردة ما بين المقاولين وبيراميدز، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. طبعا مباراة الأهلي والمحلة ومباراة المقاولين وبيراميدز دي طبعا قبل مباراة نهائي كأس مصر يوم الاثنين القادم ما بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز. والاتحاد الكوره اعلن ان هيدير المباراه طاقم تحكيم مصري وليس اجنبي، على الرغم من ان نادي بيراميدز كان معترض على الكلام دوت، وقال ان اتحاد الكوره اخترنا ان المباراه هتقام يوم الاثنين القادم. الكلام ده كان يوم 28 مارس، ونادي بيراميدز كان عاوز طاقم حكام اجنبي، ولكن اتحاد الكوره قال ان هو قبليها ب 14 يوم لازم ابلاغ اتحاد الكوره بطاقم التحكيم الاجنبي. ولكن نادي بيراميدز معترض، لان طبعا يوم 28 ليوم 10 اللي هو القادم، اللي هو توقيت مباراة الأهلي وبيراميدز، ده 13 يوم فرق. فازاي اتحاد الكورة بيقول 14 يوم وهو أصلا أعلن عن موعد المباراة قبليها ب 13 يوم؟ أزمة كبيرة طبعا ما بين نادي بيراميدز واتحاد الكورة، هنشوف هتنتهي على إيه. ولكن حتى الآن اتحاد الكورة بيعلن عن طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة نهائي كأس مصر ما بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز. دي كانت آخر حاجة معانا النهاردة. نلقاكم في حلقة قادمة من جوه الجول مع يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.